الفيديو ده انا جايب لكم فيه كل المعلومات عن الايفونات الجديده اللي هتنزل ان شاء الله في شهر 9 اللي جاي. فانا متاكد ان الفيديو ده هيعجبكم جدا لان انا بجد تعبت عليه قوي. فاتاكد ان انت هتتابع الفيديو ده للاخر، وما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبقى شير الفيديو مع اصحابك عشان يستفادوا هم كمان زيك. وخلينا نبتدي الاول بالايفون 16 برو وال16 برو ماكس، واللي التغيرات اللي هتكون موجوده فيهم هتكون تغيرات وتطورات عن السنه اللي فاتت ولازم تكون عارفها. واول تطوير هيحصل عليهم هي ان ابل قللت حجم الحواف بتاعه الشاشه بتاعتهم بنسبه 30% عن طريق تقنيه اسمها البوردر ريدكشن ستراكشر، وده اللي بيخلي حجم الشاشات في الايفونات دي يكون اكبر. فال16 برو هيكون 6.3 انش، وحجم الشاشه في ال16 برو ماكس هيكون 6.9 انش بدل 6.7 انش. بس الحجم او الهيكل المعدني بتاع الايفون نفسه هيفضل ثابت زي ما هو. وتقليل حجم الحواف ده يا جماعه هيخلي الايفون ده هو اصغر موبايل يجي بحجم حواف في العالم كله. وبالنسبه للشاشه فابل هتستخدم بانل جديده من سامسونج اسمها M14، واللي هتدي 20% سطوع اكتر وانت بتتفرج على المحتوى ال HDR. وعلشان هي بتستهلك طاقه اقل فهتقدر ان هي تحافظ على سستين برايتنس توصل لحد 1200 نتس، مش هتقل عن كده، على عكس الايفونات الحاليه واللي الاضاءه بتاعتها بتنزل بسرعه لما تكون واقف في جو حار. بطاريات الايفون 16 الجديده هتكون اكبر وهتكون مغلفه بهيكل معدني، وده علشان تقلل من الحراره. بس ما تتوقعش ان البطاريه مثلا هتعيش معاك اكتر من يوم، لان التطويرات اللي بتتم على المعالج وعلى الكاميرات وعلى الشاشه كل ده طبعا بيستهلك من البطاريه. فبالتالي ابل بتطور من البطاريه بتاعه الايفون علشان تواكب التطورات اللي حصلت في الاجزاء الثانيه، وعلشان البطاريه دي تقدر ان هي تكمل معاك اليوم زي الايفونات الثانيه. وبما اننا بنتكلم عن البطاريات فسرعه الشحن هتزيد في الايفونات الجديده. سرعه الشحن بالكامل هتوصل ل 40 واط، والشحن عن طريق الماكس سيف هتزيد من 15 واط ل 20 واط. وكمان ابل هتضيف زرار جديد لل 16 برو وال16 برو ماكس اسمه الكابتشر باتون. الزرار ده هتقدر ان انت تستخدمه في ان انت تلقط الصور والفيديوهات بتاعتك، والزرار ده هيكون فيه سنسورات تقدر ان انت تلمسها عشان مثلا تعمل زوم ان او زوم اوت. وبالنسبه للمعالجات الجديده فال16 برو وبرو ماكس هيجوا بالمعالج الجديد اللي هو الاي 18 برو، وايفون 16 و16 بلس هيجوا بالمعالج اللي هو الاي 18 العادي. المعالجات دي متصنعه بتقنيه ال3 نانومتر، واللي هتكون موجهه اكتر لاستغلال قدرات الذكاء الصناعي اللي ابل اعلنت عنها قبل كده، وهي الابل انتليجنس. اما بقى الكاميرات فزي ما انتم عارفين ان كاميرات الايفون هي كاميرات بروفيشنال جدا، وناس كتير دلوقتي بتستخدمها علشان تصوير وصناعه المحتوى، وبالتالي فابل كان لازم ان هي تطورها. وهو ده اللي حصل فعلا عن طريق ان ابل ضافت سنسور جديد للعدسه الاساسيه وهو الاي ام اكس 903، وده اللي هيخلي التصوير احسن في الاضاءه الليليه. وكمان السنسور اللي هو كان موجود في الايفونات القديمه اللي هو الاي ام اكس 803 ابل حطته في العدسه الالترا وايد، وده هيساعد في ان العدسه دي تطلع صور فيها تفاصيل اكتر، خصوصا في الشطات الواسعه اللي هي بتاخدها. بالنسبه بقى للايفونات اللي هي 16 وال16 بلس فبرضه البطاريه بتاعتهم هيكون حجمها اكبر، وابل هتضيف ليهم الاكشن باتون اللي هو كان موجود في ال 15 برو وال15 برو ماكس بتوع السنه اللي فاتت، وهتيجي برضه بتقنيات الذكاء الصناعي الابل انتليجنس، واللي ابل على فكره هتستخدمها في ان هي تسوق بيها الايفونات بتاعتها اللي هتنزل السنه دي ان شاء الله. دي كانت اهم المعلومات والتسريبات اللي تم نشرها عن الايفونات الجديده. قول لي بقى ايه اكتر حاجه عجبتك في الايفونات الجديده، وما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاك عبد الله ماهر، سلام.